لو انت بتدور على عطر مميز، عطر فخم، عطر يلمس الحواس بتاعتك، عطر يكون ليكي، خلينا نختار عطر مع بعض. انا احمد شبراوي، مصمم عطور. طبعا لو اول مره بتشرفوني يسعدني دلوقتي اللي انت تنضم الينا عشان تصممي عطرك بنفسك. انا مهمتي ان انا اخليك تصممي عطرك بنفسك سواء رجالي او نسائي. لو انت كمان بتتابعني صمم العطر بتاعك بنفسك بادوات بسيطه. الزيوت اللي قدامي ده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، دي زيوت بسيطة جدا أنا جبتها من موقع، هسيب لكم المصادر بتاعتها موجودة في وصف الفيديو. بدل ما تشتري عطر بآلاف الدولارات تقدر إن أنت تقدر إن أنت تصممي العطر بتاعك بنفسك بأدوات بسيطة. التكلفة بتاعتها يعني أقل من تكلفة يعني وجبة مطعم. أقل من تكلفة إن أنت تشتري وجبة في مطعم، هتشتري الزيوت بتاعتك وتصممي كل يوم عطر. طيب هتصممي ازاي؟ انا هنا بقى دوري ان انا اعلمك ازاي تصممي او ازاي تصمم عطرك بنفسك. الزيوت دي ممكن تجيب منها 3 مللي، ممكن تجيب منها 5، ممكن تجيب منها 10 زي ما انت عايز. تقدر ان انت تجيب منها كميات كبيرة او صغيرة، يعني في احجام زي كده وفي احجام زي كده، تقدروا ان انتوا تجيبوا منها. طيب يلا سريعا بقى نتعلم النهارده عطر يكون مميز، ازاي ان انت تختار الزيوت بتاعتك. الزيوت يا جماعة لما بنيجي نختارها بنختارها بناء على الثبات بتاعها والفوحان، وفي عوامل تانية كتيرة جدا بتدخل في الزيوت العطرية. بس أنا مش عايز أعقد لكم الأمور، أنا عايز أبسط الأمور على قد ما تقدروا عشان اللي مش يعني اللي ما عندوش خلفية عن الزيوت العطرية أو كمان يعني كتصميم يقدر إن هو كمان يصمم العطر بتاعه بنفسه. طيب أنا النهاردة هختار زيوت بسيطة، زيوت ناعمة، زيوت تقدر إن أنت تحسيها كريحة فريش، ريحة نظافة، زيت يلمس القلب، زيت يعني يدخل على طول في القلب. طيب خلينا، انا بحاول ان انا اختار معاكم دلوقتي مباشرة على طول اهو. خلينا اشوف زهرة الفاونيا. زهرة الفاونيا زي ما انتم شايفين كده، الريحة بتاعتها ريحة جميلة جدا، فوحان، ريحة فوحان كده، ريحة نظافة، ريحة ناعمة وذكية. طيب انا حابب كمان ان انا اختار في القاعدة العطرية المسك. المسك 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 يا جماعة انتوا عارفين طبعا ان هو بيدي ثبات قوي جدا للعطر، بيدي ثبات وبيدي ريحة نظافة. طيب خلينا ببساطة يعني بشيء بسيط جدا، هناخد قطرات بسيطة بالمصة دي. المصة دي بلاستيك، تقدروا ان انتوا تجيبوها من الانترنت او متوفرة كمان، سواء انتوا بتابعوني من اي مكان في العالم، متوفرة في اماكن كتير، متوفرة كمان في امازون، تقدروا ان انتوا تجيبوها من امازون او غيره. تمام. طيب تقدروا ان انتوا تصمموا العطور. طيب الزيوت العطريه اللي احنا نحطها بناء على ايه؟ بناء على انت عايز العطر فواح، عايزين عطر ثابت اكتر، وقت ثبات فيه في العطر. كمان عايزين عطر ناعم، العطر فيه شيء من القوه، يعني يعني متنوع ومختلف. العطر اللي انا هصممه النهارده اصممه بادوات بسيطه زي ما انا قلت لكم كده، زي ما انتم كلكم شايفين قدامي الزيوت العطريه اهي، ما فيش اي اختراع ولا اي حاجه. اللهم ان انتوا هتجيبوا عبوه زي كده، حاجه صغيره جدا اللي هي بالملي. تمام. ومش هنشتغل بميزان عشان بس ليه مش هنشتغل بميزان؟ المفروض ان احنا نشتغل بميزان بالقطرات وكده، لكن انا اشتغل بالمقصه وبالقطرات عشان نكون الامور بسيطه جدا تقدروا ان انتوا تصمموها. طيب قلنا ازاي هنختارها؟ هنختار الزيوت العطريه. انا هختار ببساطه، يعني مش هزود الحجم. هختار المسك، واختار زهرة الفاونيا. تمام. ونختار سوا كمان شيء نقدر نحط فيه كوسط العطر، مثلا هنختار الياسمين. طيب بسيطة الدنيا اهو. من وسط الزيوت العطرية دي هنختار 3 زيوت عطرية بس. طيب ال3 زيوت عطرية دول لو اضفنا عليهم زيت رابع آه، هيكون ريحة مختلفة تماما وهيكون الوضع مختلف. العطور يا جماعة مميزاتها ان 1+1 مش بيساوي 2، لا بيساوي 3، لان بيطلع عطر مختلف تماما. تمام. طيب هنحط ايه الاول في الزيوت العطرية دي؟ هنحط ايه الاول وهنحط فيه ايه في الاخر؟ خلينا نبدأ بالمسك. المسك لانه هو قاعدة عطرية، هناخد منه
هناخد منه، خلينا نشوف كده ناخد منه كام قطرة. ناخد منه بسم الله. طيب انتوا شايفيني كده؟ بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طيب خدنا منه 10 قطرات اهم. طبعا الحجم بتاع العبوة ده كبير. 11 12 13. خدنا منه 20 قطرة بسيطة جدا. المصة يا جماعة الاستخدام له مرة واحدة، يعني ده المصة دي كده خلاص، إلا إذا لو أنتوا هتحافظوا عليها طبعا نظيفة تستخدموها في المسك، لكن هي استخدام مرة واحدة كده خلاص، شكرا كده. تمام. خلينا نحطها جنبنا كده. دايما نكون حذرين بالاستخدامات بتاعتنا عشان مفيش حاجة تتقلب مننا ولا تتكب ولا كده. خلاص المسك كده خلاص استخدمناه. هنستخدم كمان الياسمين. الياسمين هنحطه في وسط العطر. طيب احنا حطينا هنا 20، هنحط هنا أقل شوية، يعني احنا نقدر نقول 50 40. عفوا، نقدر نحط القاعدة العطرية 50%، وال50% التانيين عشان يكملوا 100% نقدر نقسمهم بقى بين الوسط العطر والقاعدة العطرية. طبعا الكلام ده أنا شرحته كمان في فيديو موجود لينا في القناة. طيب خلينا، أنا حابب إن أنا أبسط الأمور على قد ما نقدر عشان الناس اللي أول مرة بتشوفني ما تتعقدش من الأمور. الأمور سهلة وبسيطة جدا، وبإذن الله في الفيديوهات التالية أنا هقدر ننزل أكبر عدد ممكن من الفيديوهات تقدر إن أنتوا يعني تستمتعوا بالراحة الطبيعية الموجودة في الفخامة والأناقة. كمان شاركوني بالعطر بتاعكم، موجود في التعليقات، شاركوني بالعطر بتاعكم. كمان لو انتوا حابين عطر معين نقدر ان احنا نصممه سوا بالنوتات العطرية. آه، نتعلم سوا ايه النوتات العطرية اللي انتوا حابين ان انتوا تصمموا فيها لحد ما نوصل ل 100 زيت عطري نقدر نصممهم القاعدة العطرية بتاعتهم والوسط العطر، يعني والعطر كامل يعني يكون حوالي 100 زيت من الزيوت العطرية، ونقدر كمان نعمل كميات كبيرة جدا تصلح كمان للاستخدامات التجارية. لو انتوا حابين ان انتوا تواصلوا استخدامات برضو تقدروا ان انتوا تتواصلوا بالايميل. كمان شيء مهم جدا ان انتوا تختبروا نفسكم، تشوفوا انتوا يعني من انهي اتجاه من الزيوت العطريه. شخصيتك العطريه مهم جدا، وبناء عليها هيديكي اختيار للزيوت العطريه تبداي ان انت تصمميها معاه. خلينا نحط هنا الوسط العطر. وسط العطر نقدر نحطه اقل شويه من الكميه، يعني احنا حطينا 20، نقدر نقول ممكن نحط 5. ونقدر نحط كمان 5، يعني ده 20، ممكن نحط ال20 التانيين نحطهم مثلا 10 و10 كده، أو نقدر نقول 5 و15، يعني من القطرات دي عشان تبتدي الزيوت العطرية تكون فواحة معاكم. ونشوف بسم الله. هنحط كام؟ هنحط 10. 1 6. طيب انا حطيت اهو زي ما انتم شايفين، طبعا الكميه قليله جدا لان انا بس ببسط الامور على قد ما اقدر للناس اللي حابه ان هي تستخدم الزيوت الطبيعيه دي بنفسها. الموضوع سهل بسيط. تقدروا ان انتوا ببساطه زي ما انا بقول لك كده تقدروا ان انتوا تصمموا العطور بتاعتكم بنفسكم. الموضوع ما فيش فيه اي تعقيد ولا حاجه وخلاص. طيب احنا حطينا دلوقتي 20 قطرة و10 قطرات مع بعض. تمام. ظهرت الفاونيا فين راحت؟
زهرة الفاونيا هنحط منها كام بقى؟ نحط منها ما ليكن مثلا 5. طيب ليه أنا حطيت 5؟ عشان هقول لكم على حاجة مهمة جدا دلوقتي. واحد، اتنين، تلاتة. أنا حطيت 5 علشان أقدر أحط زيت عطر تاني، وليكن مثلا البرغموت. عارفين لما بتشم ريحة نظافة في بداية العطر، العطر ده مهم جدا برضو إن إحنا نضيف إليه لمسات مهمة جدا. نشوف البرغموت. البرغموت أهو معانا، تمام. برغموت، متأكدين؟ أيوه البرغموت. طيب نحط كمان 5 من البرغموت. البرغموت بدأ يخلص، عايزين نشتري منه. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. طيب أنا كده عملت إيه؟ أنا كده صممت تصميم بسيط. طيب انا كده عملت ايه؟ عملت عطر بسيط جدا. بعد كده تبدا ان انت تحط الكحول عليه بنسبه. نسبه الكحول يا جماعه يعني تكملوها 100% من العبوه اللي انتوا هتعملوها. يعني انت مثلا هتعملوا عبوه زي دي اللي هي البخاخ الصغيره دي، حطيتوا فيها نسبه معينه هتكملوها الكحول. طبعا الكحول لازم يكون كحول 99 نقي. تبداوا ان انتوا تستخدموها وبالعافية عليكم. بس كده، هو ده كل العطر. طبعا في اشياء تانية كتير جدا المصانع بتعملها. الموضوع مش محتاج ذو اهمية، لان استخدامات كلها هتكون استخدامات على طول. يعني الموضوع هيبقى على طول، فبالتالي الاستخدامات يعني مش محتاجين نفس التكاليف يعني بتاعت المصانع عشان تعملوا الحاجات دي كلها. بس ابسط شيء ممكن تعملوا له عملية تخزين. تسيب العطر ينضج في فترة العطر بينضج فيها. الكلام ده انا اتكلمت عنه في فيديوهات كتير جدا. مرحلة نضوج العطر، طبعا في مرحلة الزيوت كده وهي لسه موجودة مع بعض كده، الزيوت لسه بتتخمر مع بعضها. فالزيت طبعا في زي هزاز كده بتحط عليه الزيوت العطرية، بيهز العطر ده. مهمته ان هو يخلط الزيوت اكتر مع بعض، يحصل عملية تجانس مع العطر، مع الجزيئات بتاعة العطر نفسها. طيب بعدين دي مرحلة. في مرحلة كمان اللي هي مرحلة التخمر. تسيبوا العطر ده في مكان مظلم. عادي. أي مكان عندكم مظلم تقدروا إن تحطوا الزيت العطرية فيه، ويفضل إن هي تكون في عبوات مظلمة يعني زي كده أو داكنة يعني. تمام، ما تعرضش لأشعة الشمس ولا حاجة. بينضج العطر فيه. بعدين بتحط عليه كحول، دي المرحلة الأخيرة، وخلاص تستخدمه. يعني من الزيوت العطرية التلاتة اللي انتوا جبتوها، اللي جبتوا 5 مللي و10 مللي، تقدروا ان انتوا تعملوا كميات زيوت عطرية يعني عطور كتيرة جدا. ولو حابين الموضوع أكتر تجيبوا ستيكر تحطوه عليه وخلاص. تقدروا ان انتوا تبيعوه لقرايبكم كمان، أو تهدوه. الأدق ان انتوا تهدوه لقرايبكم. يعني هيبقى شيء مميز جدا، وهدية مميزة جدا. كمان ممكن تجيبوا يعني كتغليف. يعني لمسات مميزة كده منكم تقدروا ان انتوا تعملوه. الموضوع بسيط يا جماعة. تابعوا الفيديوهات بتاعتي بإذن الله باستمرار، هنزل لكم كل جديد وجديد. آسف لو كنت طولت عليكم، بس أنا بحب إن أنا أديكم أكبر قدر ممكن من المعلومات عشان انتوا تستفادوا منها. شكرا، أشوفكم في خير وعلى خير. السلام عليكم ورحمة الله.